اتكلمنا كتير في موضوع التويليت ده قبل كده يا جماعه، وبتفاجئ ان في ناس كتيره بتبتدي ان هي تسال فيه تاني، وفي كمان عملاء المدربين لما تيجي تروح لهم تلاقيهم ان هم بيتفاجئوا بطريقه التويليت. يا جماعه احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، احنا بنشيل الكلب ما بين منطقه البطن والصدر، وبنبتدي ان احنا بنشيله وبنرميه بطريقه معينه بحيث ان احنا نعمل ايه امكانيه الوضع بتاعته. فبنشيل ايد من عند الصدر وايد من عند البطن، وبنبتدي ان احنا نرمي على رجل اللي قدام بس بطريقه معينه من مسافه معينه. بنحدد مساحه الكلب في الحمام وبيفضل قاعد في خلال الحمام ده لمده اسبوع، بس ما بيبقاش محبوس، لا انت بتبقى محدد المنشأ من غير ما تحط حاجز، وبتحط الحاجز ده في حاله النوم. لو الكلب بيبقى بينام جنبك وما بيعملش في الاوضه، ممكن ينام فتره بالليل والصبح تطلع تعمل له تحديد المنشأ، وكل فتره الاسبوع تبتدي ان انت تديله تريد. ما تجيش بقى تقول لي لا دي طريقه مش ادميه وطريقه ما اعرفش فلبينيه وطريقه صينيه، وانت جاي بتتفاجئ. ما انا اتكلمت قبل كده 100 مره في الموضوع وقلت الطريقه بتاعت التوليت. هتلاقي الخطوات موجوده في كذا فيديو، ولو انت مش عارف الخطوات ممكن تخش على اليوتيوب هتلاقي فيه عند قناه رحال اكاديمي حلقه كامله بالطريقه المخصوصه، عشان ما تجيش بس تتفاجئ